ونقول له الحمار ايه بقى؟ اخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا ولاد؟ صلى على الحبيب قلبك كتيب وجمعه مباركه على الجميع. في حاله انكم ما شفتوش حاجه حلوه النهارده، تعالوا شوفوا ازاي بنقضي يوم الجمعه في الريف المصري الاصيل. وبرعايه العيله الكريمه جهزنا اشياءنا وممتلكاتنا من اكل وشرب عشان هنقضي اليوم كله في الغيط، والغيط عندنا غير. وهنا وقفت عند حوض مكنه الري عشان اغسل وشي من الحر. وهنا هلفت انتباهكم لحاجه مهمه، دي ميه ترعه بنستخدمها في كل حاجه في حياتنا. هنا اشتر كتكوت اتكعبلت وقالت لي قلت لها يلا معلش. بص بقى الباميه وحلاوه الباميه، على فكره انا من عشاق الباميه جدا، اللي بيحبها بقى يجمع هنا، اصل من حبنا فيها زرعناها في اغلبيه الارض، واللي محتاج اوردر يبعت لنا. قالت لي بسرعه يا فرعوني تعالى بص دي شجره الموز طرحه رمان. قلت لها يا سبحان الله وله في ذلك حكم. وضربت بقى جنب شقلباظ ده بالكيك عشان اوريكم القصب المسكر، ده مشروبي المفضل. هل مفضل بالنسبه لكم انت كمان؟ والكتكوته قالت لي دي المانجا يا حماده. قولوا ما شاء الله، فعلا الريف كله خير يا ولاد. وست الحبايب بقى قالت هنستقر هنا وفرشت الملايه دي، وانا قلت اتسلى في زعزعه القصب دي الجامده الصراحه، مسكره جدا. قلت على ما يرتبوا اشيائهم بقى. وكتكوته ثبتت الغاز وحطت وسائل الامان وقالت لي تعالوا بقى نعمل اكله كده سهله وبسيطه في الريف المصري الاصيل. هنحط بقى الطاسه بتاعتنا وننزله بقى بالزيت بتاعنا الجميل. يلا بينا بقى ننزل بالبطاطس بتاعتنا، نقول بسم الله. يلا بقى ناخدها واحده يمين في شمال وشمال في يمين وفوق وتحت وتحت فوق، واديله ودي اديله ودي اديله ودي واديله لحد ما تاخد على عينيه. يلا بينا بقى نمسك البتنجانه بتاعتنا ونقطعه بقى رقبتها كده بالسكينه. مسكوها بقى نعملوها شرنطه، ما تخنيهاش عشان ما تشربش زيت كتير. تعالوا بقى على الفلفل، هنمسكه ونشيل البتاعه دي بس كده وندوها غزه كده بالسكينه ونرفعوها كده. ليه بقى؟ عشان ما تفرقعش في وشنا يحرقنا من الزيت. تعالوا بقى نطلع شويه البطاطس الجمال دول. يلا بينا ست الكل. يلا بينا. بصوا الجمال بقى يا ولاد. يلا بينا بقى نعمل البيض. نحط الطاسه الجميله، حته سمنه من علبتنا ونقول بسم الله. والتاني بقى فلاحي من فرخه عزبه ونقول بسم الله. البيضه الاولانيه هوبا، يلا والتانيه لازم تتعمل التش ونقول بسم الله. وناخدوهم بقى دبل كيك شقلباظ نشلطهم في قلب بعضهم قبل ما يسخنوا عشان نعمل لهم عجه. يلا ننزلوا بالبدنجان الطرنشات ده. يلا بينا نطلعوا البدنجان الجميل ده. بسم الله. بص الحلاوه والجمال. نقول 1 2 بسم الله. ننزل بقى بالفلفل بتاعنا في قلب الطاسه ونسيبهم بقى لحد ما يستووا. عبال ما الاكل يخلص تعالوا نتسلى شويه. خليت حوده يفك حبل الحمار الوحشي، ما اعرفش نزلت فكيته انا وركبت. قال لي هركب معاك، كان هيوقعني، كنا هنطرطش حرفيا على الارض. الحمار الاصيل اهو 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 اهو. ونقول له الحمار ايه بقى؟ بحبك يا حمار وبموت فيك يا حمار من غيرك يا حمار ما تحيا يا حمار ومش عايز تمشي ليه؟ انا اللي موقفاه، ما تسيبه في حاله. خلصنا فقرة الهزار، تعالوا بقى للجد. جمعت الحطب من الأرض عشان نعمل كوباية شاي مرغية على القانون العظمة ده. نصبت القانون وشعلت النار ومليت البراد من مياه الترعة وحطيته في وسط النار. لقمت الشاي وتوصيت بالتلقيمة شوية. وهنا كان الأكل خلاص، فقلنا نقعدوا ناكله كده. بصوا يا محلاها لمة العيلة فعلا يا ولاد. قلت لا أنا كده مش هشبع، رحت جاي ماسك طبق البيت دوت وقلت آكل كده، ورحت جاي هم يا جمل وأنا بقول الله الله إيش هذا الجمال. وهنا الشاي كان غلا. كتكوت قالت لي سيب لنا الطلعة دي، أصب لك كوباية شاي عظمة. ودي لحظة الغروب، الشمس بتغيب والقمر بيبتدي يظهر. بجد لازم تيجوا عندنا تقضوا يوم زي دوت. ما تنسوش لايك وكومنت وشير، وتمنونا من قلبكم الخير. سلام.